موبينيل كانت أهم حاجة بيملكها ساويرس، كانت أيقونة الإمبراطورية الاقتصادية بتاعته بدون منازع، مش بس عشان بتدخل مليارات سنويا. السبب الأهم إن كونك تمتلك أكبر وأقدم شركة اتصالات في البلد، فده شيء يعني إنك تمتلك باور غير عادي وكمية علاقات وتأثير لا يمكن تجاهلهم داخل بلد بحجم مصر. في فبراير 2015 ساويرس تخارج نهائيا وباع آخر سهم كان يملكه وآخر حقوق للتصويت في موبينيل لأورانج. نجيب ساويرس أو ما تجيبوش ما كانش عبيط ولا عمره كان عبيط، وبغض النظر عما يتردد عن علاقة ما زالت باقية بين ساويرس وأون تي في وموبينيل أو أورانج، فالأكيد إن الراجل شم الريحة بدري وكان عارف طبعا اللي احنا عارفينه وقلناه من بدري. القوات المسلحة عن طريق جنرالاتها هيخشوا بيزنس المحمول بشراهة ومش هيسيبوا لقمة البغاشة دي تضيع. ومع دخول القوات المسلحة عن طريق شركة المحمول الرابعة ستتحول الشركات الثلاثة فعليا لخادمة وتابعة لشركة الجيش اللي هتفرض سياساتها وشروطها اللي هي عايزاها قهرا وقسرا واستعبادا. تقوم الناس تصحى على قرار تخفيض قيمة الكارت، هتدفع 10 جنيه وتاخد 7، ويقول لك هنقاطع ونعمل حملة ولقد خدعنا، والدقايق التمام او الموت الزؤام، والدنيا بتغلي حرفيا. بس للأسف الحقيقة انك ما اتخدعتش، والرخيص قال لك انه هيغلي من بدري. موضوع التليفون بقى محلول خالص. ده انا لو كان لو حكموني هخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع في مصر. الناس ماشيه عامله كده، في العربيات عاملين كده، في الطابور بتاع الاستفتاء واقفين عاملين كده. مفيش لا عمر البلاد ما تكبر يا ابني وتبقى ليها إرادة عمل وقتال بالطريقة دي أبدا. إيه ده؟ انتوا مفيش عندكم التليفونات ولا إيه؟ مش بتكلم عليك أنت، بتكلم على الواقع اللي بشوفه. لو أنا هخلي التليفونات بدل أنتوا عندكم ساعات تدفعوا فلوس كده، طب ما ناخد منكم عشان نبني بلدنا بقى. بتكلم بجد، 7-8 مليار كل سنة ولا أكتر. ساعات يقول لك 17 مليار، طب ما تخليهم 25 والسبعة دول ادوهم للبلد عشان البلد تقوم. اوعى تفتكرها عشان مصر، ده عشان السبوبة. مش بس كده، ليه بقول لك مش عشان مصر؟ عشان مصر خسرت 6 مليار جنيه في السبوبة اللي اتعملت بين الجيش والحكومة اللي شغالة عنده. خسرنا 6 مليار عشان خاطر عيون القوات المسلحة، او اذا شئت الدقة عشان خاطر جنرالات القوات المسلحة. فودافون واتصالات وموبينيل كويس، الثلاثة اشتروا. نص الفلوس دي تدفع بالمصري والنص الثاني يدفع بالايه؟ بالدولار. ان الحكومه والشركه المصريه للاتصالات عملت الكلام ده ومضت واستلمت الدولار لما كان محافظ البنك المركزي مثبته عند 8 جنيه 88 قرش. بعد الصفقه ما تمت ب 13 يوم محافظ البنك المركزي عوم الجنيه فبقى الدولار ب 18 جنيه، فبالتالي احنا خسرنا حوالي 6 مليار جنيه. قبل 13 يوم بالظبط حصلت النصبايا والدولة خسرت. ومين اللي كسب؟ جنرالات القوات المسلحة. لما غلي البنزين مسكته في سواقين الميكروباص وسواقين المشروع، ولما الكهرباء غليت مسكته في المحصلين، ودلوقتي ماسكين هنقاطع الشركات. وده تطبيق حرفي للمثل المصري الشهير سايب الحمار وماسك في البردعة. وده مش معناه برضو ان بعض سواقين الميكروباص وشركة الكهرباء وشركات المحمول الثلاثة مش مذنبة، لكن هناك المجرم الأكبر. المجرم الأكبر اللي رهن البلد اقتصاديا لصندوق النقد، اللي خرب أي دولة تعاملت مع قراراته وتوصياته قبلنا، خرب أي دولة اقترضت منه، وأثبتنا لك ده وهنعده لك النهاردة بالدليل والبرهان. المشكلة في المجرم الأكبر اللي جعل مصر محتلة فعليا وتدار إسرائيليا بشكل اقترب جدا من أن يكون كامل. ممكن النهاردة تتخيل إني ببالغ أو ما تصدقش أو تقول معتز وسعت منه دي، وغدا للأسف تدركون ما أقول لكم، ولكن ساعتها هيكون ثمن التغيير أكبر وأكبر. وللأسف غضبكم موجه في غير محله، لأن أنا وأنت وهو وهي وهم وهن عارفين المجرم، بس خايفين نعلق الجرس في رقبة القطة. الله.